رامي، انت بتعمل ايه؟ انا باخد تاني، ودي حاططها تحت دقني كده عشان تجيب التاني. جورنان يا باشا، بقرا جورنان. يا بالروم، ده انت قديم قوي يا عم. هو لسه في جرايد لحد دلوقتي؟ امال فين الحداثه والموبايل والمواقع؟ سبت لك الحداثه والموبايل والمواقع، انا راجل نوستالجيا في نفسي يا سيدي، انا مكحكح وشعري ابيض. طب بقول لك ايه يا وجهه مشرفنا، ايه؟ ما تشوف لنا النهارده ايه في الجورنال؟ ما تشوف انت في الحداثه بتاعتك يا اخوي. طب معلش. النهارده 13 يا اخوي. 13؟ انا بتشائم من 13 ده. تشائم براحتك. بس انا بقول لك يا صاحبي ايه، مش كام. هي اي طلبات وخلاص، اي طلبات وخلاص. النهارده التلات يا سيدي. ييه، 13 والتلات؟ كلها ايام ربنا، اسكت. ما بحبش التلات يا ابن بلدي. ولا تعرف اصلا الناس ليه ما بتحبش التلات؟ طب ليه قول لي ليه ما بيحبوش التلات؟ وانت يا ليه؟ ابني مش قاعد ساكت بقالك ساعه؟ انت قاعد ساكت بقالك ساعه، حلالك الكلام دلوقتي. عشان خاطري. لا مش هقول، واقعد ساكت بقى لما اقوم لك. صلي على النبي يا عم. خلاص يا عم روق. انت غريب. طب عشان خاطري ليه ما بيحبوش التلات ليه؟ طب بص ليه انا هقول لك. ليه؟ تعالى جاي اقول لك اهو. تعالى. اهلا بيكم على الطبيعي، معاكم رامي طارق. ناس كتير قوي يا ابن بلدي بتتشائم من يوم التلات. تعالى اقول لك ليه التلات بالذات سمعته وحشه كده. بعد الحرب العالميه الاولى امريكا صعدت كقوه اقتصاديه عظمى، ومحللين كتير بيعتبروها الاقوى في التاريخ. بس حصل اللي ما كانش في الحسبان. سنه 1929 امريكا بكل عظمتها الاقتصاديه وقتها دخلت في ازمه ماليه كانت عنيفه جدا. اول حاجه حصلت كانت يوم 24 اكتوبر، البورصه ساعتها نزلت بنسبه 11%. تخيل البورصه الامريكيه تنزل 11%، واوعى تفتكرها حاجه سهله، لا ده خراب. بعدها ب5 ايام بس، يوم 29 اكتوبر، السوق وقع 12%. تخيل اليوم ده بقى اتسمى التلات الاسود. اهو التلات اهو. عارف بقى سموه التلات الاسود ليه؟ ليه؟ مش هقول لك. طب ليه عشان خاطري؟ عشان كان يوم تلات. لا يا راجل. خلي بالك انت بترد الغلاسه اهو. يا عم من نفسي هقول لك على معلومه كده هتبسطك. بعد يوم التلات الاسود ده حصل حاجه، عارف ايه؟ ايه؟ الكساد الكبير. ما تتخضش هشعبول لك الموضوع عشان تفهمه. ايوه كده. تعال بقى نعرف بالراحه وواحده واحده. الكساد يعني ايه؟ يعني ايه؟ تعال يا سيدي اقول لك يعني ايه. يعني حيطان المحلات بتكلم نفسها من قله الزباين، يعني لا في بيع ولا في شراء، يعني البضاعه واقفه والجيوب نايمه. تمام فهمت. لا استنى، يعني الدرج فاضي والبضاعه طربت على الرف. تمام خلاص. لا استنى ده انا هزهقك. يعني يا سيدي مثلا لقينا عايز زوم بقى عمله نادره. كفايه والله. لا معلش مش انت بزهقنا وبره الجرنان. يعني مثلا يا سيدي حرمت خلاص يا عم. حرمت ماشي. بما انك فهمت بقى يا صاحبي، تعالى نتخيل اكتر. ازاي؟ يعني من كتر ما الحال واقف والاسواق ما فيهاش لا شراء ولا بيع، اكيد الدكاتره هتبقى عيادتهم فاضيه. تخيل كده معايا تشوف دكتور نازل الشارع قاعد ينادي يقول عالج داوي يا داوي، عالج داوي يا داوي، عالج داوي يا داوي، عالج داوي يا داوي. ايه الاخبار؟ ايه جاهزين؟ جاهزين. يلا بينا. اتفضل. لا والله ما اعرف، انا مش من هنا، معلش لا مؤاخذة. عندك وجع في مفاصلك؟ لا الحمد لله. طيب الله يديك الصحة يا رب. أنا بعالج يدوي. الحمد لله. الله يديك الصحة. عالج يدوي. رمت خلاص رمت. عالج يدوي. أحمد زكي يا جدعان. عالج يدوي. عالج يدوي. تعال اتفضل يا أستاذ، اتفضل. تعالى يا عسل. تعالى سبح والسبحة الإلكترونية دي العيال بتحبها. لا اشتري الغريب. لا يا عم خلاص، خد الواحدة ب20 يلا. عالج يدوي. عالج يدوي. اتفضل يا أستاذ.
اتفضل يا حاج. علي جداوي يا داوي. اتفضل يا عسل، اتفضل يا حبيبي، اتفضل. اتفضل يا عسل، اتفضل يا صاحبي، اتفضل يا استاذ، اتفضل يا استاذ، اتفضل اتفضل. عليكم السلام، اتفضل. والله شكلك تعبان مشيتك. تعالى ده انت زبون. تعالى تعالى اجيبك ازاي؟ شكلك تعبان قوي مشيتك. اكسترنال روتيشن تيبيا اهي. ياه علي جداوي يا داوي. الله يلا توكلنا على الله. الوجع كله في الركبه الشمال الاول. الركبه الشمال. طب تعالى هنا، اكتر حاجه. تعالى هات راسك كده بس بالراحه. اطلع عشان ايه؟ هو مش جامد قوي. استنى اخويا طالع من البنك. يلا رزقنا ورزقك. كده في وجع؟ طيب. يعني هو مع الفرد. والثاني برضه لما اجي اصلي ما بعرفش اصلي وانا قاعد. ما تعرفش تصلي وانت قاعد؟ لا بصلي وانا قاعد على طول. الدكتور قال لي ما تكتبش رجليك. تركب الهوا. خلي ده حاجه لك. اخوك جه اهو. ها هو العاده. علاج طبيعي للركبه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب والله ركبتك فردت. طب قوم انزل ودوس على رجلك كده وقول لي بسم الله. بسم الله يا عم. انزل بصوت احمد، انزل على رجلك. امشي كده وقول لي. لا هبان في الثانيه. يعني اتني يلا. اقعد كده قعده الصلاه. اعمل يلا. ها سبحان الله. ها كل شيء حصل ولا ما حصلش؟ حصل. عملت ايه؟ اتنت ولا ما اتنتش؟ امام الله سبحانه وتعالى. هات بقى نمرة تليفونك. 0100. بص يا سيدي، انا بكلمك مكالمه مسجله. انا معاك دكتور رامي طارق. واحنا صورنا معاك برنامج في الشارع. عملنا لك جلسه علاج طبيعي في الشارع، فاكر؟ وانا باخد اذنك قبل ما اما ازيع تبارك. نزيع على زيح. والله ما كان قادر يتنيه، نزل قعد عليه. اخوه بيقول لي سبحان الله. يعني اخوه ما يعرفكش كمان. اي سبحان الله. عطور وسبح، عطور وسبح طوائف. تعالى يا عم علي جداوي يا داوي. امسك يا عم والله ما انا زعلان. كل سنه وانت طيب. والله انا طالع لي فيها 3 جنيه. طب استني يا حاجه كده، انت محرمها؟ لا ده انا بنزل معاك. الله يرحمه. طب استني بقى، بدل انت كده ايه من قواعد من النساء. وسع بس كده، وسع كده. تعالي كده يا حاجه، ارفعي دراعك كده يا حاجه، ارفعي دراعك. برفعه بايديا كده. طب ريحي يا حاجه، ريحي يا حاجه، ريحي يا حاجه، ريحي. تعالي كده يا حاجه، اقفي كده. استني. جربي ترفعي تاني يا حاجه كده. ارفعي تاني، ارفعي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ايه رايك؟ احسن؟ اتني يا حاجه، اتني. افردي. اتني تاني. افردي. ماشي. حركي كده هتلاقي فك. احسن بالله. طيب افردي كده واتني. ارفعي دراعك لفوق بقى كده. ايدي بقت حلوه. ايدك بقت حلوه. اللهم لك الحمد يا رب. خلاص ادعي لنا دعوتين حلوين. اقول لك على سر يا حاجه، اقول لك على سر. انا دكتور. والله العظيم. والله. ايدك يا ولد. الله يديك الصحه. ايدك كمان يا ولد. الله يديك الصحه. الحمد لله على السلامة. فاكر وقفنا فين؟ عند الكساد الكبير. الله ينور عليك. يعني البضاعة طربت. بقول لك ايه، فهمت وربنا. خش على اللي بعده. تأمرني. اللي بعده بقى يا سيدي هو السؤال المنطقي اللي بيطرح نفسه. ايه السبب ورا الكساد ده؟ اقول لك الرأسمالية. ايه؟ انت بتقول كلام مجعلص قوي يا جدع. ماشي، نشعبوا لها دي كمان. ايوان زي الفل.
تعال بقى اشرح لك بمنتهى البساطه يعني ايه راسماليه. الراسماليه دي هي النظام الاقتصادي اللي ماشي بيه امريكا، او احيانا بيتمنظروا ويسموها كابيتاليزم. ده حقن ده ولا كبسولات ده؟ وبترجع تزعل. لا خلاص. يعني يا صاحبي الحكومه ما بتتدخلش في حاجه، سايبه السوق هو اللي يتحرك براحته، والاسعار تتحدد على اساس قانون العرض والطلب، واحنا اتكلمنا الكلام ده في حلقات قبل كده. تخيل كده ان امريكا بجلاله قدرها ماشيه بنظام سوق الجمعه. والله اللي عنده بضاعه جامده والناس عايزاها يرفع السعر وينام على الجنب اللي يريحه، واللي بضاعته مش ماشيه يتصرف بقى ينزل السعر او يروح يبيع ترمس. طيب ماشي، لو امريكا بقى ماشيه بنظام السيبه وبتقول لك اشتغل براحتك، في دول تانية ماشيه بنظام مختلف تماما، زي الاتحاد السوفيتي زمان مثلا. الاتحاد السوفيتي ده انت قديم قوي يا رامي. يا عم اللي هي روسيا دلوقتي، دول بقى كانوا شغالين بالنظام الاشتراكي. يعني ايه؟ يعني الحكومه كانت هي الكبير، الحكومه هنا كانت بتتدخل في كل حاجه، هي اللي بتحدد الاسعار، هي اللي بتبيع وهي اللي بتشتري، واللي يزوغ منها يا ويله يا سواد ليله. كل حاجه كانت تحت سيطرتهم، من اول رغيف العيش لحد زرار القميص. بس بخبرتي كده في الحياه، لا السيبه بتنفع ولا الخنقه بتنفع. ايه ده يا اخواتي، ده خبير اقتصادي. شكرا. صح، عندك حق، لا السيبه بتنفع ولا الخنقه بتنفع. تعال بقى اقول لك عملوا ايه. خلوها وسطيه. ازاي يعني؟ يعني خلوها مختلطه. ازاي مختلطه يعني؟ اقولها لك ازاي؟ يعني خلوها نص. كده فهمت اخيرا. يعني يا سيدي السوق حر شويه، بس الدوله بتتدخل وقت الزنقه. لو الدنيا بدات تفلت الحكومه تتدخل وتهدي اللعب وتلم السوق، زي الام اللي بتنزل تحوش خناقه عيالها في الشارع. عشان كده اغلب الدول النهارده ماشيه بالنظام ده، لا هي سايبه السوق يسرح على العل شعره، ولا ماسكه العصايه 24 ساعه، لانهم جربوا الراسماليه لوحدها ولما ولعت اتحرقوا، وجربوا الاشتراكيه لوحدها ومن كتر تحكمهم السوق مات مخنوق. فاللي عنده عقل دلوقتي يمشي بنظام مرن، يشد وقت ما السوق يعك ويسيب وقت ما الامور تمشي لوحدها. فهمني كده يا صاحبي؟ فاهمك يا ابن بلدي. تمام قوي. تعال بقى نرجع لامريكا والكساد الكبير. ببساطه كده في مجموعه اسباب اتجمعوا مع بعض في وقت واحد ادوا للكساد الكبير. جشع المستثمرين، اسعار الاسهم اللي كانت مبالغ فيها، مفيش رقابه ماليه، اعتماد كبير على القروض، توزيع الثروات اللي كان في فجوه كبيره قوي بين الاغنياء وبين باقي فئات المجتمع، حريه اقتصاديه مطلقه من غير اي تدخل متوازن. فاهم؟ لو مش فاهم سيبك من اللي فات وتعالى الخصها لك. الملخص ان مفيش كبير واللعب في السوق على ودنه، فبقى كبار المستثمرين يقعدوا يتغدوا مع بعض وهم بيقطعوا الستيك، يقعدوا يقسموا النسب ما بينهم ويوزعوها ويشوفوا مين هيحتكر ايه، لغايه ما بقى في ناس فوق قوي وناس مش لاقيه اللضا يا ابن بلدي. والنتيجه ايه بقى؟ تخيل معايا، اكيد انهيار اقتصادي ضخم. تخيل ان 5000 بنك قفلوا، البطاله بقت 25%. انت عارف يعني ايه 25%؟ يعني ما بين كل 4 اشخاص في البلد في واحد عاطل. مجاعات في قلب امريكا، الصحه والتعليم انهاروا، الناس ما كانتش قادره حتى تتلقى الخدمات الاساسيه. كارثه اقتصاديه بجميع المقاييس، رغم ان امريكا وقتها كانت زي ما قلنا اول حلقه قوه اقتصاديه رهيبه. ولو احنا ما لحقناش الكساد الكبير، اكيد كلنا عارفين اللي حصل سنه 2008 ساعه الفقاعه العقاريه اللي حصلت في امريكا واثرت على العالم كله. وهنا بقى في سؤال بيطرح نفسه، هل اسعار المنتجات اللي حوالينا، العقارات، العربيات، الخدمات الطبيه والخدمات السياحيه، هل تقييمها حقيقي ولا في مبالغه ولا اقل من قيمتها؟ هل في فقاعه عقاريه عندنا مثلا، وهل في فقاعات تانية؟ يا ريت تشاركونا رايكم في الكومنتات. عرفتوا ليه بقى يا جماعه في ناس ما بتحبش يوم الثلاث؟ تمام قوي، انا فهمت. كويس انك فهمت، الحمد لله. قرب النار بعد اذنك بقى. طب بقول لك ايه، تفتكر فعلا ان امريكا هي رقم 1 في الاقتصاد؟ افتكر ان امريكا رقم 1 في الاقتصاد. طب ليه؟ عايز اعرف ليه. يعني عندهم مخزون ذهب عالي، عندهم شركات كبيره، شركات عملاقه ميزانيتها زي دول زي مثلا امازون، زي تسلا، زي ميتا. وميتا تحل عني. سيبنا اقرا الجرنان بقى لو سمحت. لا بس انا اختلف معاك على فكره. على فكره الاختلاف في الراي لا يفسد للود القضيه ابدا. واشكركم واشوفكم على خير، وكان معكم رامي طارق. بص انا هقول لك وجهه نظري في الموضوع. خلاص. لا انا هقول لك استنى. واللي احيانا بيتمنظروا ويسموه الكابيتاليزم. ده حقن ده ولا كبسولات ده؟ والله حلو. عسل، ما انا عارف. لا حلو. يلا تاني. ويقولوا كابيتاليزم. ده حقن ده ولا كبسولات؟
عسلك ايه والله. تاني جامده جدا.